السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا طلاب سنة تالتة إعدادي. أنا مستر محمد ناصر القزاز أو مستر محمد ناصر القزاز، وأنت في تالتة إعدادي وده كتاب معاصر ودي الوحدة التانية كلها على بعضها. شوف الدرس اللي نفسك فيه وقدم وقلب وبراحتك، بس نصيحة مني ليك اسمع الفيديو كامل. قبل أي حاجة نزلت الوحدة اللي فاتت، الوحدة الأولى ما جابتش أي رد فعل خالص، لا اشتراكات في القناة ولا لايك ولا أي حتى كومنت. الرد فعل ما عجبنيش خالص، فيعني اعمل اشتراك واعمل لايك واعمل كومنت عشان اكمل معاك بقيه الكتاب. رقم مكتوب قدامك اهوت. لو في عندك اي مشكله ابعت لي على الواتساب، حتى لو انت مش طالب عندي، حتى لو انت مش معايا في الاونلاين، حتى لو انت مش معايا في الاوفلاين، انا معاك لوجه الله. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا يونت 2 بعنوان الكوميونيكيشن اللي هي ايه؟ التواصل. ماشي. ويز الفاميلي، التواصل مع العائله، التواصل مع العائله والاصدقاء. طيب lesson 1 and 2 الدرس الاول والثاني. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه عندنا الكي فوكابولري اللي هي الكلمات الايه؟ الكلمات الرئيسيه اللي هي الكلمات المهمه. مستر انا عندي مشكله حفظ الكلمات. عود نفسك، لو انت ضعيف عندك ظروف ايا كان، عود نفسك. اول مربع ده اللي هو ده كده كله على بعضه هيتحفظ صم، الباقي بقى از لايك بس كله مهم. وانت من ثالثه اعدادي يعني. طيب هنبدا نقرا مع بعض كده. اول كلمه اللي هي communication communication communication، اللي بعدها connection، اللي بعدها connection، اللي بعدها relationship. اي relationship، علاقه بقى اخوه صداقه حب ايا كان. مس، كلمه مس المقطع اللي اسمه مس ده MIS جاي في الحل على فكره، معناه يسيء، يسيء الفهم، يسيء التواصل، يسيء ايا كان الحاجه اللي يسيئها، بس المس معناها يسيء. فانا عندي يفهم يعني مس عندي يفهم يعني اندرستاند، فمس اندرستاند يعني يسيء الفهم، ما فهمنيش كويس. اللي بعدها misunderstanding misunderstanding، اللي بعدها اسمها bond bond. وخد بالك في فرق بين bond البي تحت وبحاجه اسمها bond البي فوق، جايه في الجنرال نوتس هنشرحها كلها دلوقتي. الكلمه ديت اسمها calm، اسمها calm. دايما بفكر الطلبه عندي بمسلسل الكبير قوي اللي هو بتاع المزريطه ده، في واحد اسمه جوني. جوني كان لما يحب يتضايق يقول لي calm down. هو ده calm ما كانش بيقول calm down، لا كان بيقول calm down جوني، اللي هي ياتي يعني calm برضو. الكلمه دي اسمها sibling، اخويا حبيبي ابن امي وابويا اسمه sibling. دي اسمها respectful respect، بس ايه؟ محترم، يعني بيحترم غيره، بيحترم غيره. هتقول له يا مستر يعني فرقت؟ يا صاحبي عندي حاجه اسمها respected، يعني respected الناس بيحترموه، بيتم احترامه من الناس. انما انا لو محترم وبحترم نفسي وبحترم غيري فهتبقى ايه؟ respectful. يلا بنكمل. دي اسمها conflict دي supportive resolve او solve عادي الاثنين صح. texting face to face. طيب نحل اول سؤال. بيقول لك السوشيال ميديا حسنت ايه او طورت ايه بين الاختلاف بين الناس؟ طيب انا عندي كام يعني هادئ ما تنفعش، ريسولف يحل ما تنفعش، اخوه حبايب لا، التواصل بين الناس. والله يا حسن التواصل بين الناس فعلا، بالدليل اللي انا معاك اهو. طيب قال لك بعدها هم هيحسوا ان هم متضايقين لو هم ايه؟ ماي ايديا، لو فكرتي، لو هم هيتضايقوا لو ما فهموش الفكره بتاعتي. misunderstand. اللي بعدها الاونستي اللي هي الاخلاص، بيساعد ايه؟ many of the problem انا عندي حاجه اسمها يحل مشكله solve problem solve او resolve الاثنين صح. فانا هعمل هنا resolve 3. اخر حاجه عندي I have 3، انا عندي 3 ايه؟ one brother والله اخوه اشقاء sibling. اللي بعدها keep ايه؟ لما انت يكون عندك مشكله and ask for help. keep ايه؟ خليك ايه؟ calm هادئ. يلا نكمل، يلا بينا. text message care upset يا معلم. discussion مناقشة، بتناقش مع discussion. الجي اتش دي مش هنطقها فهقول thoughtful. cause جاية من because. conversation. social media ما اسمهاش social، والله ما اسمها social، اسمها social
social special. دي اسمها distance strengthen ما لو قلت لك الجي اتش مش هنطقها بقى ماشي. strengthen. اللي بعدها carrying supported. دي اسمها avoid ودي اسمها miscommunication. دي السي والاي والاي بنطقهم شل فهقول facial expression. ودي body language عادي ودي ignore ودي اسمها issue منديل يعني tissue. group project meaningful serious loudly right solution misunderstand stood forgive forgave forgiven forget forgot forgotten speak spoke spoken led bring brought. اول definition معايا بيقول لك ايه بقى؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. قال لك ان انت ميس اندرستاندين سوء الفهم اللي انت تفشل. الفشل نفسه اللي هو الفيلور. الفشل اللي انت اندرستاند تفهم بعنايه او تفهم حد بشكل كويس. اللي بعدها البوند قال لك سترونج كونكشن رابط قوي بيكون بين الناس. ريسبكتفول يعني محترم. قال لك انك تظهر العنايه والاحترام للاذرز الاخرين. السبورتيف الشخص اللي جيفن بيدي المساعده ويدي التشجيع. اما الكوميونيكيت بقى يعني بيتواصل بيشارك يعني الافكار والمشاعر والافكار برضو. قال لك بعدها ريسولف يعني بيحل ان هو فايند يلاقي سولوشن يعني حل على لاي مشكله بقى او ايه او كونفليكت. تقول له يا مستر يعني كونفليكت اقول لك ابو الصحاب ما انا قلت لك معناها صراع او نزاع. طيب دي اسمها ميك تايم ودي جيت وورز ودي هاف ا كونفرزيشن ميك ميس اندرستاندينج. طيب عشان ما اضيعش وقت الفيديو كله في القراءه المفروض الدرس كله عندك بتهتم بيه. يلا بينا نشرح بس الفرق بين الكلمات دي. اول كلمه معايا المفروض نفهم الفرق بينها كلمه strong وstrength وstrengthen. الخص لها في كلمه ورد غطاها. انا عايز اقول انا اكون قوي. انا اكون I am a strong. فسترونج هنا صفه ليا وصفتني. فسترونج يعني ايه؟ يعني قوي وعاملها انها ايه؟ adjective صفه. طيب strength معناها القوه مهمه لاجسادنا ماشي. القوه مهمه للرجال مفيده. حلو. القوه دي اسم ولا فعل ولا صفه ولا ظرف؟ لا اسم ناون لان دي يعني ناون. اما strength معناها يقوي. الرياضه بتقوي جسمنا او اجسامنا. فيقوي هنا جايه بمعنى جايه فيرب فعل خلاص. طيب عندك حاجه اسمها through لها معاني كتير. عبر او خلال او طوال او عمل او خلال عمليه او موقف احفظها بالمعنى. المهم عندي بقى اللي هي بوند وبوند. بوند البيل تحت قال لك والله معناها صله او علاقه او رابطه او الكونكشن يعني الرابط من الاخر بتساوي كونكشن رابط جايه في الحل. انما بوند بركه ميه او اي مكان فيه ميه يعني. قال لك بعدها او ممكن بحيره ميه صغيره. طيب الكوميونيكيشن هو التواصل. بتواصل مع حد بديله معلومات بنتواصل بدل الكلام بدل الرغي. المهم في تواصل في الموضوع يبقى التواصل اللي هو كوميونيكيشن. لو فكرت تحط اس هتبقى وسائل التواصل نفسها. مستر الريدين مهم يا باشا. الريدين جايه في الحل اصلا. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك اول حاجه الجود كوميونيكيشن التواصل الكويس هو المفتاح اللي بيخلي العلاقه ريليشن شيبس بيخليها قويه. العلاقه مع مين؟ مع البيرنتس بابي مامي اند اخواتي حبايبي اند ابو الصحاب اصحاب السوق ولا اصحاب الناس الكويسه. قال لك الطريقه اللي انت بتتكلم وبتسمع قال لك بتاثر على البوند على الكونكشن بينك وبينهم. الكوميونيكيشن التواصل مش بس عباره عن ووردز او عن كلمات لا ده تون اوف فويس. انا بحبك قوي. حسيت من كلامي من التون اوف فويس بتاعي اللي انا بحبك. ما ينفعش اقول لك بحبك لا مش ووردز بس مش كلمه لا هي كلمه معاها نبره صوت تون اوف فويس. مش بس كده قال لك لا ده في حاجه اسمها فيشال اكسبريشنز يعني تعبيرات الوجه. بحبك. حسيت من وشي ان انا بحبك خلاص. مش شرط في الحب ممكن اي حاجه ثانيه. اللي بعدها او بادي لانجويج. بحبك
خلاص. فدي اسمها فيشل اسمها دي بادي لانجوج. بتحس من الاخر اي حاجه عايز تعبر بيها مش بس بالكلمات. ممكن كلمه تعبيرات وجه، ممكن لغه جسد، ممكن سمايل، تمام، او رساله نصيه بقى تبعتها، ولا قلب احمر بحبك، او ازرق مش شرط احمر. قال لك in today's fast world، في العالم النهارده العالم السريع بقى اللي بيقال لك مين يعني الشباب بيلاقوا ان هو من الصعب يعني ان هم يخلوا الوقت بتاعهم meaningful في conversation. وسائل التواصل الاجتماعي وارسال الرسائل خلت من السهل احنا نبقى على تواصل stay in touch جايه في الحل، بس احيانا الرسائل دي بتكون ميس اندرستود. بقى ابعت رساله لواحد ولا انا متضايق منك يحس ان انا متضايق منه بجد، ممكن اكون بهزر معاه، فيحصل ميس اندرستاند وتؤدي لاي مشكله لاي بروبلم. الميس كوميونيكيشن بقى بيؤدي الى الكونفليكت والديستانس بين الناس، البعد بين الناس. ان انت يكون في جاي في الحل كتير الحته دي. قال لك ان انت يكون عندك كونفرزيشن بس ريسبكتفول واوبن، ده بيساعد على حل المشاكل وانك تبني ثقه مع الناس. if you are feeling stressed or upset، لو انت حاسس ان انت متضايق او حزين، اتكلم مع ابو الصحاب، بس استنى ابو الصحاب ده يكون او اتكلم مع الفاميلي ممبر، ماشي، وانهم مهم ان هم يسمعوك كيرفولي بعنايه ويفهموك ويفهموا البوينت اوف فيو بتاعتك وجهه نظرك، وان انت تكون اونست اصلا وتكون سبورتيف. ده بيساعد انك العلاقات انها تبقى قويه. قال لك sometimes الكونفليكتس بتحصل حتى في الكلوز ريليشن شيبس، في العلاقات القريبه. افضل طريقه ان انت تحل بيها وان انت تكون بيها كام هادئ وتكون اونست ويكون في اونست ديسكشن، لما البيبول بيحسوا ان هم حد سامعهم وحد بيحترمهم they are more likely forgive، بيسامحوا مع اي حاجه. قال لك الكوميونيكيشن ده مش بس كلام، لا ده ده استماع وعنايه وحب واهتمام. لكي نلخص to sum up، العلاقات القويه بتخلي في ريليشن شيبس اقوى، وان انت taking time to connect with others، ده عن طريق بقى kind words او انك تسمع او ان انت ترسل كويسه، ده بيخلي في مور سبورت في اليوم بتاعك. مستر ابو المساتر، يلا بينا نحل. كتاب معاصر، صفحه كام يا مستر عشان الناس اللي داخله تحل على طول؟ صفحه اهو يا باشا 69. اول سؤال بيقول لك علشان تكون مع الناس الكبيره في السن وخاصه بقى بين الشباب، قال لك تكون يا صاحبي؟ كن محترم يالا ريسبكتف. وقال لك ماي فار بابي، اكتر شخص بالنسبه لي في المواقف الهارد الصعبه، داعم ومشجع سبورتيف. اللي بعدها صفحه كام؟ 69. يبقى دي يا صاحبي كام؟ صفحه 70. اللي بعدها قال لك انا بفضل ان اتكلم مع اصحابي من الاونلاين فيس تو فيس، وجها لوجه. قال لك كيب اللي انت ده معناه انت تكون قادر تحل المشاكل بحكمه، ان انا اكون قام، راجل قام. يعرف يعني راجل قام؟ يعني راجل هادئ. قال لك السوشيال ميديا والتكست ما جعلت من السهل ان انت تبقى تبقى على اتصال ستي ان تاتش، ان انت يكون عندك محادثات مفتوحه ومحترمه. ده بيساعدك المشاكل لما تشوف بروبلم خد سولف او ريسولف. اللي بعدها انك تستغرق وقت عشان تتواصل مع الاخرين بالكاين ووردز، بقى بيساعدك ان انت تشعر في حياتك اليوميه. والله بيساعدني احس انا بالاهتمام والدعم. ماشي. I have 3 2 اخوات واخت، اخوة اشقاء sibling. The strong connection، الرابط القوي بين الناس بنسميه bond. ماشي. انما ده بند ده يعني يعني فرقة موسيقية، وبون يعني عظمة، ودي معناها منقار. اللي بعدها قال لك ينبغي عليك ان انت تكون من ان انت تساعد غيرك وتشجعهم. اكون supportive. انا استطيع اي مشكله بان انا احل مشكله resolve. قال لك الريليشن شيب اللي بتربط بين الناس بنسميها connection، بنسميها يعني في رابط يعني. ماشي. طيب اللي conversation معناها علاقه، وانكارجمنت يعني تشجيع. بص وانت بتسمع الفيديو لو في اي مقترح عندك حلو، يعني مثلا مقترح يا مستر ما تترجم الاختيارات كلها، اكتبه هتلاقي الحصه الجايه متطبق. لو في يا رب يكون 1000 قطعه طبق. عارف ليه؟ عشان عايز اكون مفيش عندي ولا غلط، مش عايزك تسيبني وتروح تسمع غيري، عايزك تبقى مستني الفيديو الجاي وتعب اعمل اشتراك. قال لك على حاجه حلوه، مسابقه، يلا
مسابقه. اكتر حد هيعمل شير للفيديو ده على الفيسبوك على الجروب بتاع تالتة اعدادي، اكتر حد هيعمل شير للفيديو ده ويعمل كومنتس ولايكس ويطلع الفيديو ده ترند على اليوتيوب، الحد ده هياخد معايا اشتراك سنوي، مش ترم واحد، سنوي للترمين مجانا. يعني درس الانجليزي مجانا، بس ايه، مش فيديو، لا لايف، يحضر معايا الحصص كلها لايف. مستر انا مش فاهم هشرح لك، مستر انا ما اعرفش اكتب هتكتب، اللي هو اونلاين. والمجموعه بقى خد المفاجاه، مجموعه برايفت، يعني 3 أو 4 في المجموعه. تمام. هختار 2 ياخدوا معايا الاشتراك مجانا، وهعلن اسمهم الفيديو الجاي، بس بشرط ال2 دول هيكونوا اكتر ناس عملوا شير للفيديو ده على الفيسبوك، واكتر ناس عملوا شير للفيديو ده على اي منصه. المهم انت هتعملي سكرين شوت تبعتولي، ويظهر لي على فكره الناس اللي بيعملوا شير. طيب، والناس طبعا لازم يكونوا عاملين اشتراك ومنزلين اللينك على اكونته. اكتر ناس من الاخر كده طلعت الفيديو ده، اكتر 2 هيفوزوا. ماشي. الفيديو الجاي ان شاء الله هبدأ بيهم، وفي مسابقة كمان في اخر الفيديو. يلا، اللي ضحى ضحى. واكتب لي كومنت بقى ايه كلمة حلوة كده، ولو انت عملت الشرط اللي انا قلته اكتب لي في الكومنت. يلا نكمل. قال لك ايه؟ قال لك ذا ايه بين الكايرو والكسندريا 220 كيلو متر. فايه الكونكشن، التواصل، لا السبيد السرعة، ولا القوة، ولا المسافة؟ لا المسافة ديستانس. اللي بعدها، على فكره الحل ده متعه اقسم بالله. علي عبر عن ايه لما هو باع العربيه بسعر قليل؟ لو معناها قليل، لو معناها قليل، جاي من اما اخد بالك دي معناها قليل، انما عندك حاجه اسمها لاو معناها قانون، ولاير معناها محامي. طيب اللي بعدها، عبر عن ايه؟ عبر عن الادفنشر، مغامره، ولا فرح، ولا جوي، ولا ريجريت اللي هو الندم. انت هاف تو، بص يا صاحبي، هاف معناها يمتلك، اما هاف تو معناها يجب. مستر انت يجب اللي انت استي ان ايه مع العائله، استي ان تاتش، يبقى على اتصال، احفظها زي اسمك. تو ايه؟ تو سم اب معناها لكي نلخص. اوكي. كلايم معناها يتسلق. الكلمة القاعدة اللي بعدها قاعدة الماضي التام. بص يا صاحبي، القاعدة ديت أنا ممكن أشرحها لك دلوقتي في صفحة، بس أنا مش هشرحها، أنا هراجعها. ليه؟ لأن أنا هشرحها في فيديو بالهرية، أقسم بالله لا يخليك تفهمها غصب عنك لو أنت مستواك ضعيف. فين يا مستر الفيديو؟ بس الحقني تطلع من هنا، روح على عندي على القناة، تلاقي آخر فيديو نازل تقريبا أو اللي قبل الأخير، المهم مكتوب كده بعنوان الماضي التام. امال هعملها، هرجع عليه سريعا دلوقتي. مستر طب ما انت ممكن ما تشرحوش ليا وما تراجعوش ليا عشان اسمع الفيديو بس، قول لي احل ازاي. جملتين يا باشا هتحل بهم، اتخانها جمله، صلى على النبي. بص يا زميلي، عندنا الماضي التام بيتكون من فاعل زائد هاد زائد التصريف الثالث للفعل. بص يا اسطى، اي قاعده تلاقي فيها كلمه تام يبقى فيها تصريف ثالث للفعل. مضارع تم تصريف ثالث للفعل، مستقبل تم تصريف ثالث للفعل، ماضي تام تصريف ثالث للفعل اهو. طيب المضارع التام انت اصلا لو ركزت بيكون هاز او هاف والتصريف الثالث للفعل. طيب وعشان هو ماضي يبقى هاد. مستر من في هاد هتبقى هادن. هو مستر احنا عندنا قاعده ايه؟ بص يا صاحبي، انت عندك ماضي تام هنحل عليه مع بعض دلوقتي، وعندك قاعده اف الحاله الكام؟ الثالثه. طيب فاحنا ممكن نلخص نكتب الحل، الجمله اللي هنحل بيها دلوقتي، بس انت لازم تاخد الشرح برضو. القاعده بتقول اف هنحط بعدها فاعل هاد اللي هو ماضي تام يعني، والتصريف الثالث للفعل. تاني يا مستر، يعني انا يا مستر لو شفت اف دلوقتي احط فاعل هاد والتصريف الثالث للفعل؟ اه والله. طيب يا مستر والناحيه الثانيه قال لك هنحط فاعل زائد would او could او might would have والتصريف الثالث للفعل برضه. يعني يا مستر دي التركيبه، لو مش على التركيبه دي اقسم بالله اتخانها جمله تتحل. بس يا ابني ما هو ده انا ما شرحتش، انا بقول لك ان انا ما شرحتش، مش هشرح لك فيديو على التاب، ده عايز سبوره. خلاص بقى دي يا صاحبي القاعده بتاعتك اهي اف. طب ما تيجي نطبق عملي، تعالى هطبق انا معاك عملي اهو. بص انا عندي اف اهي، والمستر قال لي هاد والتصريف الثالث للفعل اهو، يبقى ناقصني الناحيه الثانيه وود هاف والتصريف الثالث للفعل.
يبقى would have والتصريف التالت للفعل. هتقول لي يا مستر ما خدناش would والمصدر ليه؟ عشان ما قلتلكش would والمصدر، قلت لك would have والتصريف الفعل. طيب اللي بعدها، تعال انا هسيب القاعده فوق اهي. تعال اقول لك على حاجه، تعال ناخدها معانا. بس تعال نحل يلا. بص يا صاحبي، انا عندي اف اهي، وانا عندي ماضي تام اهو، يبقى اف وماضي تام اهو. خلاص، القاعده بتقول لك الناحيه الثانيه وود هاف والتصريف يبقى اهو يا باشا وود هاف والتصريف للفعل. انا عندي اف اهي، القاعده بتقول لك اف هاد والتصريف يبقى اف ماضي تام اهو، اف يبقى هاد والتصريف اهو. عملناه. اللي بعدها يا مستر انت بتقراش يا عم، اقرا ايه يا عم وانا بحل جمل كلمات. قاعده يا صاحبي، اكمل شيل ايه يا عم في ايه؟ ادي اف اهي ماضي تام اهو، يبقى الناحيه الثانيه ايه وود هاف والتصريف للفعل اهو يا صاحبي. اللي بعدها اف اهي، اف بعدها هاد وتصريفات للفعل، اف بعدها هاد وتصريفات للفعل اهو، يبقى هاد وتصريفات للفعل. اللي بعدها ادي اف، بعدها ايه هاد وتصريفات للفعل. اللي بعدها اف هاد وتصريفات للفعل، يبقى الناحية التانية would have والتصريف التالت للفعل، أو could have والتصريف التالت للفعل، أو might have والتصريف، المهم have والتصريف التالت للفعل أهو. خلاص، هتقول له مثلا أنت ما كتبتهاش، والله ما زعلك أبدا يا نهار أزرق. بس استنى لما نصغر الخطاية أهو يا باشا، might أو could. مستر الجملة اللي بعدها ادي يا باشا اف اهي، وبعدها هاد وتصريف، يبقى بعدها would have والتصريفات للفعل اللي هي منفية. عادي عادي يا صاحبي، خلاص عادي. طبعا انا بظبط لك المصلحة عشان ناخدها معانا فين؟ ننزل بقى تحت اهي، مش هسيبك. اللي بعدها ادي اف وادي هاد والتصريفات للفعل، يبقى الناحية التانية would have والتصريفات للفعل. ادي اف هاد وتصريفات للفعل، يبقى الناحية التانية ايه would have والتصريفات للفعل. ادي اف يبقى هاد وتصريفات للفعل، ادي اف هاد وتصريفات للفعل، يبقى الناحية التانية would have والتصريف التالت للفعل اللي هو ده. ولا انا ما خدتش في الصفحة معايا 3 دقايق اصلا، يعني القاعدة ما فيش اف الحالة التالتة، اف هاد والتصريف التالت للفعل، الحدث التأخير اللي هو would have والتصريف. إيه مستر انا مش فاهم القاعدة حبيبي؟ ماشي والله، انا بحل دلوقتي، روح اسمع الفيديو، والله الفيديو قد كده صغنطوط خالص، تفهمها زي اسمك. بس انا مديك الحل يعني اللي بحل، السر اللي هتحل بيه. مش هينفع نسيب السر ونمشي من غيره، لا هناخده معانا كده اهوت كوبي بيست. طيب ادي كوبي، يلا يا باشا شايف اهو يا زميلي اهو، ماشي عشان ايه؟ يمكن تحتاجه. الناس اللي بتسألني عن نوع التابلت بفكر اعمل عليه ريفيو، بس طبعا مفيش منه اي مصلحه يعني، بس والمايك برضه هعمل عليه ريفيو. طيب ادي اف اهيت موجوده اهي، هاد وتصفيتات للفعل، يبقى الناحيه الثانيه قول وود هاف وتصفيتات للفعل. ادي وود اهي هاف وتصفيتات للفعل، ادي اف اهي بعدها هاد وتصفيتات للفعل، يبقى اللي بتلزق بعد اف هاد وتصفيتات للفعل، الناحيه الثانيه وود هاف وتصفيتات للفعل. بص كده، بص اف اهي اللي بتلزق فيها هاد والتصفيتات للفعل، دي مش معانا نشطب عليها. طب اللي بعدها اف اللي بعدها هاد والتصريف الثالث للفعل هاد studied. طب اللي بعدها اف هاد يبقى would have والتصريفات للفعل كوت مش كاتش. اللي بعدها اف ماضي تام، يبقى هنا ايه would not. ليه يا مستر؟ عشان عندي not. have والتصريفات للفعل اهي. اللي بعدها اف اهي بعدها ماضي تام اللي هو هاد والتصريفات للفعل من نو نون. اللي بعدها ادي اف اللي بعدها ايه ماضي تام اللي هو ايه هاد والتصريف التالت للفعل فين تايم. لا يا حبيبي اهو بيقول لك هات من ده التصريف التالت للفعل، يبقى هو هاد. ازاي يا مستر هاد يا حبيبي؟ ما انا بقول لك القاعده بتقول لك هاد والتصريف التالت للفعل اللي هو ايه من هاف، هيبقى هاد. خلاص يبقى عادي، ما تستغربش هاد ايه المشكله يابا؟ والله مزعلك في حاجه انت شايل على راسك. اللي بعدها
أنا عندك يا صاحبي أهو if بعدها ماضي تام يبقى الناحية التانية would وهنفيها wouldn't. التصريف بتاعت الفعل من جيت هيبقى جيتن. اللي بعدها if ماضي تام يبقى الناحية التانية would wouldn't made، بس هحط have made وهنا have got. يبقى رقم 7 wouldn't have gotten. ورقم 8 هتبقى wouldn't have make. ورقم 9 أنا عندي if أهي بعدها ماضي التام يبقى had، والتصريف التالت الفعل من practiced. اللي بعدها if بعدها ماضي تام اللي هو ايه had known. رقم 10 عملناها. رقم 11 أنا عندي if أهي بعدها الماضي التام اللي هو had told. رقم 12 if بعدها ماضي تام had listened. اللي بعدها they أنا عندي if في النص وبعدها يبقى الناحية التانية would have won. تصريفات الفعل. هنا بيقول لك طلع الغلط. هنا السؤال ده تافه. if بعدها ماضي تام الماضي من have هيبقى had. if بعدها ماضي تام had وتصريفات الفعل من leave left. اللي بعدها if ماضي تام would have دي would يبقى ايه wouldn't. اللي هي مستر نفيتها ليه؟ عشان اللي عندي منفي. طيب هنا بيقول لك ايه حط if. ادي if يا باشا اهو. if بعدها ماضي تام لو هم لعبوا كويس هم كانوا هيفوزوا يبقى if. عايز اخلي دي النص الاول ده خليه ماضي تام. يلا هقول they had played well. طيب الناحية التانية would have والتصريف التالت للفعل يبقى هنا كده زي يا مستر سواء نشيلها ليه؟ عشان مش ملهاش لازمة في الجملة. زي ايه بقى؟ would have won. كمل الجملة. طيب اللي بعدها حط if. الجملة بتقول هي مش ما هي ما وصلتش بدري عشان كده ما لحقتش القطر. يبقى لو هي كانت هو انا يا مستر هثبت ولا هنفي؟ بتيجي نشوف. لو هقول يبقى if she had arrived she would have caught the train. ترجم كده يا مستر. لو هي كانت وصلت كانت لحقت الايه بدري يعني اهي. لو كانت وصلت بدري كانت لحقت القطر. ماشي. هي هتلاقي نفس المعنى. هي ما وصلتش بدري عشان كده هي ما لحقتش القطر. طب لو فكرت تنفي الحل يعني تقول if she hadn't arrived لو هي ما وصلتش بدري هي ما لحقتش القطر. لو هي وصلت هتلاقي نفس الحل. عايز انفي خليها hadn't وخليها هنا wouldn't عادي هتلاقي نفس الحل صفصف معاك في الاخر. ادي هنا if نزلت قال لك هم حصلوا على اول برايز بسبب ان هم ايه كانوا شطار يعني. خلاص. طيب نفس الكلام if بعدها ماضي تام والناحيه التانيه would have والتصريف التالت للايه للفعل. عندي صفحه دلوقتي صفحه عندك ايه سؤال يسالني صفحه 76 عندك محادثه. عود نفسك اللي ما بتعرفش ايوه انت ما تعرفش تحل محادثه قلمك وبتقرا العنوان. العنوان عندك بيقول لك ايمن بيتكلم مع اياد اللي معاه موبايل جديد. ازيك يا ده عامل ايه؟ انا شفتك معاك موبايل جديد. ايوه يا صاحبي معايا موبايل. قال لك امبارح يبقى سأل عن الوقت. ماشي. بس هنا مش سؤال. هو بيقول لك انا شفت معاك موبايل جديد. انا اشتريته امبارح. انا يشتري باي اشترى بوت ات يسترداي. قال لك امبارح. قال لك ده هو سمارت يبقى معايا معوزة اسال بعمل مقص از ات لاخر. قال لك ات از سمارت يبقى شقلبها از ات سمارت. اللي بعدها يبقى مش عارف اتواصل مع اصحابي يبقى وات كانت يو دو ما بتعرفش تعمل ايه يالا وكده دي معناها يمزح. قال لك ما تقلقش انا هساعدك اي كان هيلب يو ار اولويز سبورتيف انت دايما يالا سبورتيف يالا. قال لك انت صح مساعد اللي بيخلي تساعد الناس بيخليها تتحسن يبقى يو ار ويلكم عشان عندي ثانكس بنرد عليها بيو ار ويلكم. اي لاف هيلبين اذر. تعال نحل كده. الجود كوميونيكيشن هي مفتاح العلاقات القويه سواء بقى بين بابا وماما ولا ايا كان ولا برامتس ولا ايه والاصدقاء ولا السبلين
اللي هم مين؟ اللي هم الإخوة الأشقاء. اللي بعدها ده بيأثر على يور ايه؟ والله بيأثر على التواصل بتاعك اللي هو كونكشن. اللي بعدها البادي، احنا حافظين لغة الإشارة اللي هي بادي لانجويج. آخر واحدة فوتنا واحدة رقم 3 ده include your a someone. والله رقم 3 هتبقى facial expressions حافظينها برضو. طيب البت مها وصاحبتها اسمها سارة مش بيفهموا بعض أصلا. سارة خدت من اسمه ايه ده الكتاب المفضل بتاع مها بس نسيت يرجعوا لها في اليوم اللي وعدتها بيه. استلفت حاجة من صاحبي وقلت له اجيبه لها بكرة، نسيت اجيبه بكرة. فمها كانت بنت ابسط متضايقة، بعتت لسارة رسالة مديلها غضب. فهي سارة ردت عليها قالت لها ان هي كانت مشغولة، والله نسيت اجيبه لك يا صاحبتي، هجيبه لك بكرة ان شاء الله. قال لك اليوم اللي بعده في السكول هما مش بيتكلموش بقى مع بعض، قفشوا مع بعض. It was difficult، كان صعب عليها وكان موقف صعب وكانوا سايلنت اصلا طول مش بيتكلموا. فالبت مها افتكرت بقى ان امها قالت لها ماشي هو اللي استلف الكتاب ساره مش مها، صاحبه الكتاب المفروض يرجع لها هي مها. تذكرت بقى ان صاحبه بتاعت امها قالت لها بنت ساره فيس تو فيس كونفرزيشن، العلاقه اللي بتكون وش لوش بتكون افضل طريقه ان انت تحل المشاكل والصراعات. مفيش حاجه اسمها اصالحك على النت، مفيش حاجه اسمها بحبك في رساله، مفيش حاجه اسمها كل سنه وانت طيبه يا امي في رساله، مفيش حاجه اسمها انا بحبك في رساله. في حاجه اسمها انت بتحبني ما تبعتليش حاجه، انا مش شايف مشاعرك. ممكن تكون منافق، ممكن تكون عامل زي الناس بتوع عيد الام. يوم عيد الام ايه بقى؟ يلاقي ام لا اله الا الله كلها حبيبتي ونزل صورتها وبعشقك وبحبك واموت فيكي، هو اصلا قبلها ب3 دقايق تلاقيه متخانق معاها ومزعلها وبص ومنكد عليها. والله عظيم ممكن تلاقي مش بيكلمها اصلا ومقاطعها ومنزلها بس اللي هو زي بقيت صحابي اللي انا واو جامد مفيش مني اتنين. عبر عن مشاعرك يابا مش قدام الناس يابا، عبر عن مشاعرك بده بالوردز مش بالرساله. الرساله مش بالحس، ده اللي بتوصل للقلب ان كنت فعلا صادق ولا لا. طيب قال لك بعد المدرسه بقى البت مها راح تتكلم مع سور. يا مها صاحبتي اتكلمت معاها كاملي بهدوء، الكتاب يا بنتي كان سبيشال جيفت. فسارة اتأسفت لها ووضحت لها ان هي كانت الاسبوع اللي فات مشغوله ونسيته اتعيد على الكتاب. هم اتأسفوا لبعض ووعدوا بعض ان هم يحلوا مشاكلهم مع بعض وجها لوجه المره الجايه. فالموقف التافه ده والريسبكتفول ده ساعدهم ان هم يصلحوا ريليشن شيب. فالبت مها حست بايه بعد قراءه الكتاب؟ حست انها انوي منزعجه. ماشي طيب سارة نسيت نسيت الكتاب. طيب قال لك اديني عنوان مناسب للقطعه. لما يجيب عنوان مناسب للقطعه قال لك ممكن ان العنوان مثلا بعنوان افضل طريقه اللي انت ريسولف بروبلمز. اهو اكتب كده the best way to solve problems. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك في رايك ليه المسج مش make the problem worse؟ قال لك بسبب ان سوء الفهم بيؤدي الى الهارت فيلينج، المشاعر. اتعايد على البكره يا صاحبي. ماشي ازاي الريسبكتفول كونفرزيشن بتساعدهم ان هم يحلوا مشاكل؟ قال لك بيساعدهم ان هم يعبروا عن الفيلينجز عن المشاعر بوضوح. طيب كلمه ريسولف اللي هي يحل قال لك معناها اللي انت تلاقي في سولوشن. قال لك سيبلين اخوه اشقاء اللي هم البراذر والسيسترز. قال لك ميس اندرستود يعني اساء الفهم، مس معناها يسيء اللي هي بدلي بسوء يعني. بوند اللي هو اتصال كونكشن. if you are a يبقى انت بتدي المساعده للناس يبقى انت راجل supportive. عكس connection disconnection. if اتفقنا ان if بعدها had والتصريف التالت للفعل فالاجابه هتبقى had studied IED. عندي if وبعدها ماضي تام اهو يبقى الناحيه التانيه would بس هنفيها عشان حاطط لي نوت wouldn't have missed التصريف التالت للفعل. اتفقنا ان if بعدها ماضي تام اللي هو had
والتصريف التالت للفعل من tell told. اللي بعده عندي if ماضي تام يبقى الناحية التانية would have، والتصريف التالت للفعل من do هيبقى done. آخر واحدة أدي if بعدها ومعاها would have يبقى ناقصك ماضي تام اللي هو had، والتصريف التالت للفعل. طيب الدرس نمبر 3 بيقول السايلنس معناها الصمت، واكورد معناها غير مريح او حد غريب. اسمها اوكورد عشان حرف الاي لما بيجي بعده ال بنطقه او، حرف الاي لما بيجي بعده يو بنطقه او، حرف الاي لما بيجي بعده دبليو بنطقه او. فهقول awkward. reconnect due to distraction frustrated meaningful gesture عشان التي يو ار اي ناقص ليها تشر gesture. before ودي stress واللي بعدها stranger واللي بعدها softly واللي بعدها speech واللي بعدها laughter. الجي اتش مش هنطقها فهقول عليها laughter. ودي disagreement traditions meeting argument disappear distant. وديت nod وديت act وديت lately discipline. ودي اللي بعدها اسمها distracted physically البي اتش هنطقها اف فاقول physically. عود نفسك يا صاحبي لو انت ما بتعرفش ايه تحفظ الكلمات كلها تعمل ايه عشان تذاكر. بص يا اسطى دي الناس الضعيفه، الناس اللي حلوه تحفظ كله. الناس الضعيفه اي درس يا ابني عشان تذاكره بيبقى الكلمات متقسمه مربعات. اول مربع اللي هو المين فوكابولري او الكي فوكابولري اللي هو الكلمات الاساسيه اللي هي المهمه هتحفظها صم اللي هو المربع صم زي اسمك. الباقي بقى على قد مستواك بس ما تسيبش اول مربع من غير حفظ. مستر انا بنسى الكلمات بسرعه، مستر انا بنسى الكلمات بسرعه. ايه افضل طريقه للحفظ؟ افضل طريقه يا ابني انت تذاكر بيها ان انت تجيب اي كراسه قديمه جنبك. فانا هبدا احفظها فامسك القلم الكلمه ديت اسمها سايلنس فهيحفظ كده اقول اس اي ال اي ان سي اي اس اي ال اي ان سي اي واقعد احفظ وردد بس لما احفظها ما اقلبش على اللي بعدها قلمي واكتب اس اي ال اي ان سي اي صح صح. طيب وهكذا اكتبها كتير. الكتابه اللي بتثبت مش الحفظ اللي بيثبت. جرب دي المعلومه مستر وخلاص كده لا حبيبي هتفضل تحفظ لحد ما تخلص. تعالى بقى يا صاحبي كراسه جانبيه قديمه اكتب الكلمات بس مش بالترتيب شقلب بالعربي العربي 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 وتفضل حل يلا حل. تعالى بقى حطهم جنب بعض لا دي صح دي صح دي صح دي صح لا دي غلط احفظها تاني كده. دي انت بتحفظ الكتابه اللي بتثبت الشفوي لا. طيب عندي حاجه اسمها ست وعندي حاجه اسمها سات بريك بروك بروكن بوت become. اوكي الكلمه اللي اسمها gesture قال لك الموفمنت الحركه او الاكشن الحركه برضو اللي بتورينا الايموشن التعبير بتاع اي تعبير عموما. قال لك الفراستريتد اللي هو المحبط يعني قال لك ان هو يحس ان هو annoyed او upset جاي في الحل. meaningful معبر او ذو مغزى قال لك اللي انت يكون عندك purpose او deep importance. السايلنس بقى اللي هو الصمت قال لك الابسنس بتاع الايه الصمت بتاع الصوت انك ساكت. ريكونكت قال لك يعيد الاتصال ان انت بيلد تبني علاقه مره اخرى بعد الايه البعد. تعيد الاتصال مش بتاع النت تعيد الاتصال مع صاحبك مع امك مع ابوك اي حد ما بيتكلموش. ديستراكشن قال لك الحاجه اللي ستوب بتوقفك اللي انت ايه تهتم. اوكي كفايه قراءه كلمات عشان ما نضيعش الوقت فيها. عندك يوزد تو بعدها الفعل في المصدر. معلش ايه هشرح لك حاجه صغنونه كده. بص يا صاحبي انا وانا صغير كنت مفكر بقى ان يوزد تو بعدها الفعل في المصدر. هو مبدئيا عشان تكون عارف ان كلمه يوزد معناها مستعمل. اي حاجه مستعمله بنقول عليها ايه يوزد او استخدمها بنقول عليها يوزد. انما مستر مش هي معناها اعتاد ان صاحبي هي يوزد لوحدها مش معناها اعتاد ان. يوزد لما بيجي بعدها تو بقى معناها اعتاد ان. بس عود نفسك مش دايما بيكون بعدها المصدر. ازاي يا مستر؟ هقول لك يا صاحبي يوزد تو لو جه قبلها فاعل يبقى بعدها المصدر. زي علي used to smoke علي متعود ان هو يدخن. طيب انما لو جالك فاعل وجاي بعده verb to be اللي هو am و is و are و was و were
او become او get والماضي طبعا منهم، وجايب لك بقى used to، حط على طول الفعل مضاف له ing او اسم او ضمير. مستر فهمني بس كده اللي حصل. بص يا صاحبي، الفرق بينهم ان used to دهيت كان جاي قبلها الفعل لزق كده فبعدها الفعل في المصدر. طيب انما الفرق بين ان used to جه قبلها بقى ايه؟ بي وبيكم وجت. فلما بيجي قبل used to اي فعل كده اللي هو بيفصل بينها وبين الفعل بنحط الفعل مضاف له ing. طيب اللي بقى عندك بص كده used to اهو الفاعل اهو ماشي، يبقى بعدها المصدر على طول. laugh معناها بيضحك، واللافتر اللي هو معناها ايه؟ الضحك نفسه. وعود نفسك laugh معناها يضحك، انما laugh at معناها يستهزأ، يسخر يتريق على الناس. at غيرت الموضوع. طب due to قال لك معناها ايه؟ بسبب، وبيجي بعدها الفعل مضاف له ing. انما because معناها لانه، وبيجي بعدها جمله كامله. طيب لما نيجي بقى ايه، معلش هنخش على الحل عشان وقت الحصه الساعه الا تلت اهو. قال لك الروم الغرفه كانت مليانه بالايه؟ مفيش حد كان بيتكلم، بالصمت ماشي. نويز يعني ضوضاء، ولافتر اللي هو اللي بيضحك يعني، والكونفرسيشن المحادثات. it was an ايه؟ موقف ايه؟ بسبب ان مفيش حد عارف يقول ايه. كان موقف ايه؟ كان موقف awkward ماشي. easy سهل، interesting شيق، exciting يعني ايه؟ exciting يعني ايه؟ يعني مثير او شيق برضو. قال لك حسن حس ايه؟ بسبب ان اصدقائه ما دعوش للحفله. حس بالايه؟ بالراحه ولا بالهدوء ولا بالسعاده ولا بالانزعاج والضيق؟ frustrated. اللي بعدها الضحكه بتاعت المدرس كانت ايه؟ of encouragement، كانت إيماءة للتشجيع اللي هو بيشجعهم. طيب اللي بعدها عيلة عمر، العشاء بتاعهم متعودين ان هم يعني هو يكون مليء بالايه؟ انا عندي لفظ بيضحكوا يبقى لافتر. اللي بعدها التواصل بتاع عيلة عمر اختفى بسبب ان ضغط المدرسة والفون ايه تاني. التواصل في عائلة عمر اختفى، ما عادش في تواصل في العيلة بسبب المدرسة، ضغط المدرسة والفون ايه؟ إماءة. الفون سبجكت مواد الموبايل ولا الصمت بتاع الموبايل ولا الديستراكشنز؟ هتقول لي يا مستر يعني ايه ديستراكشنز؟ هقول لك يا صاحبي انا قلت لك ان اول مربع ده الحل كله عليه. والله العظيم بنام، والله العظيم. انت عارف الساعه كام دلوقتي؟ بص مش عارف هتظهر عندك ولا لا يعني. لا لازم اوريها لك. بص اهي، يعني يا رب تظهر اهي. الساعه دلوقتي 3:15، 3:15 مش العصر، 3:15 الفجر، وانا من الساعه 8 الصبح وانا صاحي. ف اعمل اشتراك واعمل اي حاجه تشجعني ان انا اكمل. طيب عندي الكلمه ديت الكلمه دي معناها التشتت ماشي. فانا محتاج اقول ايه؟ بسبب الفون سايلنس ولا الفون تشتت صمت الموبايل ولا تشتت الموبايل؟ حتى بص اهي، تعالى كده معلش انا سرحت دخلت في قصه تشتيت الموبايل. مفيش حاجه اسمها تشتت الموبايل خالص، بسبب الصمت. طيب اللي بعدها قال لك الستوري، القصه علمتنا الاكت الصغير ايه ممكن الناس يخلوهم يتواصلوا. ان الاكت ايه؟ يزعق ولا الاكل ولا التواصل الصغير اللي يكون فيه كوميونيكيشن حتى صغير يخلي الناس يتواصلوا مع بعض. قال لك لو احيانا كلمه meaningful لها معنى مهم هيكون ايه؟ هيكون لون، هو زي معناها ذو مغزى فهتبقى purpose. قال لك امبارح كان about safety rules. ايه بتاع امبارح؟ قال لك الاجازه بتاعت امبارح ولا الاجتماع ولا الديس اجريمنت ولا الديسبلاين. طيب الكلمه دي ما خدتش حقها في الدرس. لو جيت بصيت ورا اهي، انا لسه قارئها من شويه، الكلمه اللي هي دي الانضباط او النظام. طيب قال لك امبارح ايه؟ بتاع امبارح كان بيتكلم عن السيفتي رولز ديت ما تنفعش. والاجتماع yesterday meeting ولا اجازه امبارح ما تنفعش. النظام بتاع امبارح ولا الاجتماع؟ لا الاجتماع يا صاحبي، حاجه اسمها النظام بتاع امبارح. السمايل الضحك هتكون very ايه؟ ايماء ايه؟ ذات معنى meaningful.
انا سمعت ايه دوشه ايه بالخارج my window at night. سمعت ايه صوت sound. اللي بعدها ده سوري ده دوشه غريبه strange noise يعني ضوضاء غريبه. انت بتشعر بايه لما انت بتتضايق او تنزعج بسبب ان انت ما حققتش حاجه؟ تحس ان انت ايه frustrated منزعج. قال لك حركه او اكشن بيوريك الايموشن، فده الايماء اللي هي gesture. اللي بعدها معناها having a purpose غرض او deep importance اللي هو احنا بنسميه ايه ذو معنى اللي هو meaningful. دي بتساوي دي على فكره، دي بتساوي دي. قال لك معناها absence ما فيش اي sound يبقى silence. ينبغي ان انت attention بتاخد باي. ماشي. انا امبارح ما جيتش المدرسه علشان خاطر مرضي، فهي دو تو. طيب المحادثه بتقول لك باسم بيتكلم مع لين ان هي ايه to go with him انها لين تعلم معايا المحل. فلين قالت لها انت مشغوله يا بنت دلوقتي بتعملي حاجه في المساء ده؟ لا والله. قالت لها لا. بس ليه عايزه بتسالي ليه؟ why do you ask me؟ why do you ask او do you ask me الاثنين صح. قالت لها والله يا بنت فوزيه انا عايزك ايه تيجي معايا للشغل. طيب قالت لها انا هروح اشتري موبايل جديد. وات ار يو دوينج هتعملي عشان تشتري؟ خد بالك المحادثه كلها بتدل على بتتكلم بنستخدم فيها اللي فوق مضارع بسيط، وجوينج تو دي اصلا مستقبل ماشي، وويل دي مستقبل، فممكن يكون المحادثه فيها كذا زمن. قال لك وين ويل وي ميت هنتقابل الساعه كام؟ الساعه 7 الساعه 8 الساعه 5 هيضرب اي ساعه. قال لك ايه رايك في الاولد وان؟ اتس موبايل قديم يعني او حاجه قديمه. قال لك لا اتس سكرين از بروكن. الموبايل القديم ماله؟ قال لا الشاشه مكسوره. جبتها منين؟ جبتها من هنا. طيب مين اللي كسره؟ اختي اللي اسمها دينا، ودينا اسمها جايه تحت. لما العائلات بتبقى مشغوله زي كان في بيحسوا بالايه اول حاجه من بعضهم البعض. لما طب ثانيه واحده بس تعال نقراها كلها عشان ما نحل جولات برضو. قال لك هنا كده وقت الوجبات هم بيصبحوا ايه اند كوايت بيكونوا سايلنت. اللي بعدها سيمبل ايه زي مثلا انك تسال عن سيمبل ايه الايه احنا بنسميها ايه مسافه. هو تعالى انت قال لك والله لما العائلات بيكونوا مشغولين بيحسوا بالبعد او بيكون في بعد feel distant. طيب قال لك السيمبل ايه اللي انك تسال حد عن يومه. السيمبل awkward. هو awkward يا رجاله ما احنا خدناها اللي هي معناها اهو يا صاحبي. awkward معناها غير مريح، بسيطه غير مريح ما تنفعش. فاحنا هنيجي اهو كده اهوت وهنعمل ايه؟ هنقول دي غلط. فانا عندي جيستشر ايماء كده صغيره اللي انا اساله هتبقى جيستشر. طيب قال لك افضل طريقه ان انت تعيد التواصل اللي هي ري كونكت. هنسيب القطعه عشان ما نضيعش وقت فيها. قال لك هنا كده الاوكورد اللي هو غير مريح يعني في موقف غير مريح اللي هو uncomfortable مش مرتاح، ومبرسم معناها محرج. الجيستشر الايماءه قال لك بتظهر الايه؟ تظهر الايموشن المشاعر بتاعتك. ريكونكت يعيد الاتصال. ري هنا معناها مره اخرى اللي هي again. frustrated معناه انك تحس انك متضايق او منزعج. الصموان اللي بيتوقف عشان يركز مع حاجه، فده اللي هو ايه something شيء ما اللي انت تتوقف عشان تهتم بيه، فدي مش إماءة ودي مش صمت، ده connection تواصل ولا distraction. بص يا صاحبي تعال نرجع الدرس كده. لو بصيت على اول مربع هتلاقي الديستراكشن دي في حل كتير. فانا اللي انا اوقف وانا بقلب كده علشان اهتم بحاجه ده مش تشتت. انا عايز اقول في معلش الصفحه اهي ده احنا بنسميه ايه ده خلاص. طيب قال لك embarrassing يعني محرج يعني ايه؟ قال لك والله محرج مش comfortable وفرق بعيد وسايلنت صامت اللي هو awkward. if بعدها ماضي تام ويبقى الناحيه التانيه would have والتصريف التالت للفعل من feel felt. انا عندي if اهي هنا would have يبقى هنا had والتصريف التالت للفعل من talk هتبقى talked. اللي بعدها if بعدها ماضي تام يبقى had والتصريف التالت للفعل من know هتبقى known. انا عندي يا باشا هنا بعدها if بعدها ماضي تام يبقى had والتصريف التالت للفعل من be هتبقى been. اخر واحدة عندي if ويبقى if بعدها ماضي تام يبقى الناحية التانية would have
would have، والتصريف التالت للفعل من enjoy هتبقى enjoyed. طيب نخش على الدرس اللي بعده 5 and 6 سريعا. معلش والله انا غصب عني، يعني انا مش مضطر ان انا اشرح لك والله مأساتي، بس مطلوب مني ان انا تالتة اعدادي الواحد كلها وتانية اعدادي. والله العظيم والله ما بيدخلوا لي جنيه عشان تكون عارف، ما بيخشش ليا جنيه من اللي انا فيه ده، بس كفايه اللي انا حابه، وانا حابب اعمل كده. حابب المذاكره اضحي باي حاجه، حابب تحقق حلمك هتتعب عشانه، حابب امك وابوك هتفرحهم، حابب ان انت يجي اليوم اللي هو بتاع النتيجه ده اللي هو ترفع راسك كده وهتعمل كده. وصلت الرساله. misunderstanding، resolve، honest، ال H silent، honest، reconnect، communicate، bond، argue. GH هنحط عليها F اسمها tough، دي اسمها real. flight، differently، skill، guy، عارفين انتوا هاي جايز، هي دي جاي. openly، absolutely، situation، proper، glad، determination، importance، feelings، meaningful. على فكرة meaningful جه في درسين مهمة قوي. rebuild، built، get، said، understand، stood، fix، repair، mend، damage، break. glad، pleased، happy، delighted، GH silent، delighted. unhappy، upset، doubt، distrust، uncertainly. I'm sorry uncertainty، بس المفروض certainly اصلا certainly. التي خلاها اللي يا ابني غلطة مطبعية عادي، لسه واخد بالي منها والله. دي trust ودي believe. طيب دي اسمها bravely ودي اسمها totally، openly، rebel، difference، meaningful. طيب انا عندي حاجة اسمها so وعندي حاجة اسمها such، الاتنين معناهم جدا خلاص، بس الفرق بينهم ان such قال لك بيجي بعدها الاسم مسبوقا بالصفة. يعني ايه؟ يعني كده such بيجي بعدها الصفة زائد اسم. تعالى بص كده such ادي الصفة اهي وادي الاسم اهو، انما جدا بيجي الصفة بعدها على طول او ظرف من غير اسم اهو يا صاحبي، مفيش اسم في الموضوع. وصلت يابا؟ وصلت الرسالة. عندك حاجة اسمها cause وريزون، الفرق بينهم ان يسبب معناها cause بص يا صاحبي، وريزون انا مش عايز اوجع دماغي، بس خليك عارف ان ريزون بتاخد فور اما cause بتاخد اوف. ريزون for، cause of. طيب الفيديو داخل على الساعة، انا كده خلصت الوحدة، فاضل بس الحل على الدرس ده وبقية الوحدة، ولسه القصة انا هشرحها حالا دلوقتي، هقفل الفيديو واسجلها حالا دلوقتي اللي هي شابتر 2. طيب عشان اقدر انا اكمل بس حل على الوحدة واجي لك على الوحدتين وننزل لك امتحان عليهم هما الاثنين واكمل معاك بقية الكتاب. كل اللي انا عايزه 3 حاجات: اعمل اشتراك دلوقتي لو انت مش عامل، خلي القناة تكبر عشان حتى يا اخي اللي هو شكرا، اللي هي شكرا مش انا كمان ما فيش عايز ربح مادي، انا عايز اللي هو شهرة. تاني حاجة اعمل لايك للفيديو عشان يوصل لناس كتير. تالت حاجة اكتب كومنت وما تنساش المسابقة، ما تنساش المسابقة. اشوفكم على خير، جود باي.